بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. المرة اللي فاتت احنا شرحنا ايه هو اوت سيستمز بشكل عام. م- م- ك من فوق من فوق كده يعني. وشرحنا ازاي ان انت توصل لتراك الويب ديفلوبر، الاسوسييت ويب ديفلوبر، وان انت تبتدي تاخد الفيديوز وتشوف الكويزز والتاسكس وتحل الاكسرسايزز اللي موجودة عليه. النهارده ان شاء الله بعد ما نشير بس السكرين هنا، بسم الله. طيب، النهارده هنشرح ايه. هو كنا بنشرح اوت سيستمز اوفر فيو، وقلنا ان من ضمن الكومبوننت بتاعت اوت سيستمز السيرفيس ستوديو. الكومبوننت بتاعته كنا عرفنا ان هي عباره عن السيرفيس سنتر. اول حاجه السيرفيس سنتر بالاربعه الفاكتورز بتاعته. البلاتفورم عرفنا ان هو بيدبلوي اليوزرز، ابلكيشن اليوزر يمكن ما قلناهوش المره اللي فاتت، قلنا هو دلوقتي بتكريت الكونفجريشن لكل حاجه لليوزرز. عايز تحطه في جروب، عايز تحطه في رول، عايز تضيفه له رول، عايز تعمل له بلوك، الحاجات دي كلها. سؤال نتاكد من حته البلوك دي. شوف يوزر اوثنتيكيت ده. سيت ان اكتف، يبقى الاكتف بتاعه فولس فما يطلعش في الاجريجيت، نحط فلتر هنشوف الكلام. طيب ده السيرفيس، ده السيرفيس استوديو اهو، ده السيرفيس سنتر. ده السيرفيس سنتر بتاخد اسم اليو ار ال بتاعتك اللي هو بيبقى عطيها لك، اللي انت بتدخل بيها عن طريق الاوت سيستمز انفايرمنت، وتبتدي ان انت تباص في اليو ار ال بتاعت الانفايرمنت نيم بلس داش سيرفيس سنتر. هو بقى بيروح على اللوجن وتعمل انت لوجن زي الشاطر. نفس الكلام اللايف تايم، تكتب لايف تايم بس كده. لايف تايم او بص، هو بيروح على الاوت سيستمز زي الشاطر. اليوزرز بتكتب يوزرز بس، وتروح هو هيوديها لك بقى هيتلوجن. بتلوجن بالميل بتاعك طبعا والباسورد. طيب، النهارده هنشرح ان شاء الله السيرفيس ستوديو اوفر فيو. قلنا الاول خالص، عرفنا اللي هو الاول سيستمز لو كود والكلام ده كله، الكلام الحلو ده كله. طيب السيرفيس ستوديو اوفر فيو، ده السيرفيس ستوديو ورك فلو، ده الابلكيشن لاير. طيب ماشي. الاوفر فيو اللي هو يعني ايه سيرفيس ستوديو، اللي هو الاي دي اي، انتجريشن ديفلوبمنت انفايرمنت بتاعتك، اللي انت هتكتب فيه كود، هتكتب فيه الفلو بتاعك. هو ما يقصدش يعرفك الاي دي اي، هو يقصد ان مثلا يعني هنفتح اي ابلكيشن، اي حاجه، نفتح ده او نفتح ده مثلا. هنعمل وتقريبا كنت عامل راديولوجي ده اكسترنال. لما نيجي ده ابلكيشن، بص بيقول لك ايه، باك تو ابلكيشنز. يبقى دي ايه، دي الابلكيشنز اهو، نيو ابلكيشن بروجكت يعني. طب انا لما اخش على ابلكيشن بعينه، ايه اللي بيطلع لي؟ بيقول لي ايه بقى، بص موديولز. ماشي. طيب ايه انواع الموديولز؟ خمسة او اربعة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الرياكتيف ده بيبقى فيه اللي هو هنعرف. خلينا نخش ده على السيرفيس مثلا. الرياكتيف ده بيظهر فيه جزء البلوكس، ويظهر لك الاكشنز، ويظهر لك السيرفر، ويظهر لك الانتيتيز، ويظهر لك الاربعه تابس. اما البلانك ده بيبقى فاضي ابيض. السيرفيس بص بيظهر لك ايه، ثلاثه: الانتيتي واللوجيك، الداتا واللوجيك والبروسيس بس. واعتقد في حاجه، مش اعتقد عشان ما هبتش يعني، خلينا نجرب كل حاجه ونشوف الدنيا عشان ايه. واللايبراري في كيو ريستريكشنز يعني، في كيو، مش اعتقد، هو اصلا بقى في كيو. الاكستنشن بس انا مش فاكرها كلها صراحه. الاكستنشن هنجرب. الرياكتيف ده يعتبر اهو، ده مثلا الاد مثلا، خلينا نقول ده اد كرييت موديول اهو. ده رياكتيف، بص هيظهر لك ايه، هيظهر لك الداتا واللوجيك والمين فلو، البلوك او الانترفيسز، او الفلوز اللي انت بتعملها اللي هو السكرينز والبروسيس. طيب حلو، تعالى نبلش بس عشان لما تطلع. خلينا بقى نشوف بقية الأنواع different data types ديت، والأنواع ما بينها هبقى أحضر دوكيمنت عنها، بس هي مهمة جدا عشان أنت شغال تعرف أنت بتعمل إيه.
الاكستنشنز دي انت بتفتح الانتجريشن ستوديو. تمام. اللايبراري طبعا انت بتعمل لايبراري هتستخدمها. السيرفيس انت طبعا بتبني كور، الكور بتاعك، فعايز تحطه مثلا سيرفيس اي اس، عايز تانتجريت تعمل فيه انتجريشن، مثلا عايز تحط لوجيك سي اس او بي ال بزنس، وات ايفر يعني. طيب خلاص احنا عرفنا الداتا تايبز بتاعت الموديول تايب بتاع الموديولز اهو. دي ديبندسيز يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شغال على الاوت سيستمز، هو اوت سيستمز عامل عن طريق بعض الارتباطات ببعضهم، الموديول الابلكيشنز ببعض. فبص بيقول لك اذر ابلكيشنز ار ريفرنسد فروم ذيس ابلكيشن، يعني الابلكيشن ده بيعتمد على حاجه من الابلكيشنات دي اللي هو اليو اي والمابس والشارت. لو انت هتستخدم شارت ففي حاجات ابلكيشن هو جاهز، هو واخد منه بعض الحاجات، كذلك الحال المابس، كذلك الحال يو اي. عارف انت لما بتبني بوت ستراب لايبراري اللي هي البوت ستراب، وبعدين انت بتاخد بقى الايه، الديفينيشن مثلا اللي هو الباتون زي كده. خلينا برضو ما نسرحش عشان بس الايه، نقول اد سكرين، اي سكرين مثلا، اكونت ريفيو، اي حاجه فيها باتون مثلا اهو. فيروح يكريت لنا سكرين، خلي بالك شكل الويدجت ده هتتغير، دي اسمها ويدجت. سكرين بلوك اكسترنال سايت ايميل، او اكتب كومنت، طبعا الكومنت ملوش، تكتب كومنت وخلاص. اهو شكل السكرين ده هيتغير اهو. بص، خدت بالك من الستايل بتاع المعلم ده واخد ايه؟ بص، ديسبلاي فليكس 1. طب ايه الستايل الكلاسز ده؟ خد ديسبلاي من الثيم اللي هو واخد منها، اللي هو منين؟ اللي هي مثلا اليو اي دي. بص لما انا اعمل كده ديليت اهو، شفت فرق اهو ليه؟ انت كده بص حتى الشكل فرق ليه؟ او 106 ايرور. انت بتعمل ايه؟ انت فين السي اس وفين الستايل وفين البوت ستراب لايبراري اللي انت كنت عاملها اهو. شفت الحاجات اللي بره هي موجوده هنا لما استخدمنا السكرين. خلينا نرجع بقى عشان ما يعيطش. بس خلاص. بس كده تمام. مم. طيب ايه بقى بعد كده؟ خلاص انا عرفت بقى، شكرا، بس انا مش هعمل اشكاليه سكرين او خليها موجوده. طيب شكل احنا شفنا شكل الويدجت كان بيتغير، وبعدين دلوقتي اهو، دلوقتي بقى موجود بقى ايه، وكان ايه اهوت وبقى ايه. حلو. ده على مستوى مين؟ على مستوى الانترفيس. هو دلوقتي بيتكلم من منظور انت كواحد سيرفيس استوديو عايز تشوفه لاول مره. طيب انت عملت انستول، احنا عملنا انستول وعملنا كونكت على الانفايرمنت، ورحنا للانفايرمنت تاب وشفنا الابلكيشن، ودخلنا على ابلكيشن من الابلكيشنز اللي موجوده وشفنا الديبندنسز وشفنا الموديول تايب. تعال نتفرج على الفورج. طيب الفورج اهي، ايه هو يعني ايه الفورج ده؟ اي حد كان شغال ولقى صعوبة هنا في البتاع دوت، طلع حاجات نستخدمها. يعني مثلا انا سيكي اديتور اهو. سيكي اديتور ده عبارة عن ايه؟ ريتش تكست كده كبير، مع الامكانيات الكبيرة العظيمة اللي هو بيعطيها. خلينا ده هو مديهولك اهو. تعال نشوف هو السيكي اديتور ده مش موجود في اول سيستمز. فيتشر 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 هو بيضيفها واحد عرف الابلكيشن والحاجات ديت، فبيقول لك ايه، والله انا عملت سيكي اديتور تقدر ان انت تجربه من اول. تعال نكتشف سوا كده من اليو ار ال ده مثلا، تاخده تتراي. طب هو ده بيعمل ايه؟ هقول لك بيعمل ايه دلوقتي. بص، سيكي اديتور 5، نكتب اوت سيستمز بس كده اهو. لا احنا عايزين اوفر فيو، عايزين او 11 نوت او دي سي. بس كده هيفتح لنا دلوقتي هنجربه. طب هو مربوط بانهي حته؟ هو مربوط على اول سيستمز في حاجه اسمها الفورج كومبوننت. طب احنا عايزين نجربه، خلينا نقول له كده تراي ناو. بص، هو ده في مشكله.
كده ده في مشكلة. خلينا نشوف، بس كويس انه بيطلع الايرور دوت. خلينا نقول الفرش ده كده. بص الصور. سيكي. بدون الخوض في تفاصيل، وده مش موضوعنا. خلينا ناخد أربعة لو في أربعة. اتنين. ماشي، هات اتنين. أي حاجة ستيبل. تراي ناو. كام؟ تراي. متأسد في اليوتيوب أهو، بص. ده نسخة ستيبل أربعة، بص. أهو يا ريس. شفت؟ دي كونفيجريشن بقى، أنت عايز الكلام بولد أهو. شفت؟ خدت بالك؟ عايزه كده. عايزه الايند، خدت بالك أهو. مش عايز أعمل أي حاجة خالص، وعايز أكتب. بسم الله. انت خدت بالك الرحيم هو بيتسجل اذا ايه؟ لما تيجي تكتب كده دوت اذا تكست اهو، تكست عادي خالص، انا عايز اعمل له بولد. بص خلي بالك، بودي بي سترونج. اذا هو بيتخزن في الداتابيز لما تيجي تكتبه في اذا اتش تي ام ال تاجز كده، تكست. اصلا مفيش في اوت سيستمز، هو اللي موجود في اوت سيستمز من الداتا تايب بتاعته، لما نعرف فيما بعد. لما نجرب شويه ونخش في اوت سيستمز هنعرف ان هو فيه، بص اهو. لو احنا جبنا تكست هنا، عملنا كونتينر. عملنا كونتينر هنا اهو. هنا الويدجت تري، بشوف يعني ايه الويدجت تري، السلسال الهيراركي. هو ايه اللي جوه؟ لو انا جيت اقول انبوت اهوت. بص. الانبوت طبعا التكست انبوت، انا عايز اعمله آم، كده اي كلام. الفاريبل لوكال فاريبل هيشيل مثلا، هسلكت نيو لوكال فاريبل عم اهو. الداتا تايب بتاعه ده مثلا تكست. ريتش تكست اصلا. ريتش التكست ده ايه؟ عباره عن تكست. طيب خلاص، الداتا تايب بتاعه تكست. مفيش حاجه تاني، الداتا تايب بتاعه مفيش حاجه تبع التكست ان تقول لي ان انا اعمل زي كده. اهو. الفاريبل هيبقى الريتش دوت. خلاص، عايز تكتب ايه بقى يا ريس؟ انا مثلا عايز اكتب اي ريتش يعني، اقول له ده دي التايبس بتاعت الكونفجريشنز بتاعت، حتى اهو بيقول لك العلامه دي. دي الكونفجريشن بتاع دي، بتاع الانبوت ده او بتاع الحاجه دي. هنعرف بعد كده، هقول له انتر يور تكست هير. دي البرومبت، حاجه بتطلع كده. طب ده ايه اصلا؟ دي كلها تترجم اصلا كانت موجوده لو احنا جينا مشينا. كلام كتبنا مثلا HTML. يعني انا تقريبا كان في هنا حاجه بتتعمل، بتكتب HTML I think. اهو لو انا جيت عملت كده HTML element اهو، حطيته هنا مثلا في الكونتينر ده. وقلت ان ال HTML ده، بص خلي بالك، شفت؟ لا انا مش هعمله هعمله div مثلا. اهو. div بقى كونتينر. زي الكونتينر اللي شايله، زي الكونتينر ده. هعمل جواه مثلا تكست اهو. آم، مثلا داتا تايب اللي هو السبان مثلا، او H1 مثلا. بص خدت بالك اهو. لو انا جيت اكتب جواه كده تكست بقى، انسرت تكست جواه H1. بس ده اهو. طب انا عايز اعدل. انت خدت بالك الشكل جاي منين؟ يعني الكونتينر ده جاي منين اصلا؟ اهو الكونتينر ده عباره عن HTML. بس هو بقى بشويه CSS، بشويه ستراب، ظبط له الدنيا وخلاه بالشكل اللي انت شايفه ده. طب انت ممكن نعمل ديف اهو، هو نفسه اهو. لو انا حطيت اهو كده، هطلعه بس بره يبقى بنفس.
اهو. ادي اهو، ادي اهو كونتينر، وادي ديف. مم. طبعا انت عندك كام؟ عندك 12 ولا رخصوا؟ عندك 12 عمود، صح؟ ليه اوت بيتقسم بتاعتك الصفحة على حسب ما انت عايز. اهو. عايزين نقسم الصفحة، طيب حاضر. بس كده اهو، بص. 12 كولوم فعلا. ادي انا عايزها مثلا تظهر على 11 كولوم، او عايز على 3. هعمل مثلا كده كوبي اهو. خدت بالك؟ عايز اقسم الصفحة بتاعتي. بيست اهو، حطها تحت حسب الترتيب بقى، ويقعد يقرف. اهو. بص الشكل ده. بس انا ايه بقى، خلي ده وده انكلوجن كونتين. انا هعمل كده انسرت ويدجت كونتينر، هخليه جوه بس عشان ايه؟ عشان بس ما اقعدش اجري وراه. اهو. اهو. بدخلهم هنا. ده كده. اهو. كده فين كونتينر اهوت. بص هحط كمان كام؟ مثلا كمان واحد. كلهم مربوطين بنفس الفاريبل، خلي بالك اهو. خد كمان واحد اهوت عشان نقسمهم تلاتة. شفت في حاجة اسمها لاي اوت بقى. اللاي اوت دي بتظبط لك الكولوم، ولا هو ايه كولوم؟ بتظبط لك الدنيا. اربع عايز تقسمها اهو، عايز تقسمهم اربعة بس كده، هو مقسمهم لك جاهز. فانت ان انت هتاخد الكونتينر دوت. نفتح ده كده. بص ادي واحد اهو. هو بص بيقسمهم لك بقى اوقات بالظبط، وبيظبط لك الدنيا او كولوم. طبعا انت ممكن تستخدم الكلام ده في حاجات كتير، انا بوضح لك الدنيا. ده يعتبر ايه؟ احنا بنلعب بقى دلوقتي اهو في حاجات. بنظبط مثلا شكل فورم ولا حاجه. خلاص هنطلع بقى ايه؟ ببلش. بس ده يعتبر الببلش. ده بيعمل ايه؟ بيطلع نسخه على السيرفيس سنتر، هنشوفها. بس الفكره فين؟ الفكرة اهوت احنا كده قومنا السيرفيس ستوديو اوفر فيو، شفناه. وشفنا الفرج، عرفنا الفرج بيعمل ايه طبعا، وعرفنا قلنا ان هو بيتخزن. ممكن نبقى نعمل اكستنشن من دي، ننزله عندنا في الفرج، ننزله عندنا في الابليكيشنز. ونعمل ان هو مانج ديبندنسي زي ما احنا شرحنا، وبعد كده نستخدمه ونشوف ايه الدنيا بتاعته. بس عشان الوقت ما يطولش اكتر من كده. خلاص. هنخش في السيرفيس ستوديو ووك ثرو. بيعمل ايه الوك ثرو ده؟ السيرفيس ستوديو ووك ثرو. هو شرح طبعا الابلكيشنز، الداتا لوجيك انترفيس بروسيس. جوه السيرفيس ستوديو شرح اللاير بتاعتك، قال لك كده. احنا كان عندنا اوت سيستمز كومبوننت، سيرفيس سنتر، البلاتفورم، اللايف تايم، اليوزرز، الابلكيشن اليوزر اهو. اللايف تايم، السيرفيس سنتر، واللي فيه جواه الحاجات بتاعته ديت، الفاكتور والمونيتورنج ادمنستريشن اناليتكس. بنعيد الكلام تاني، والفورج. ماشي. والانتجريشن ستوديو اللي هو الاي اس، السيرفيس ستوديو اللي هو المعلم بتاعنا ده. طيب. من ضمن الحاجات الشرح اللي هو كان بيقول لك عليه في السيرفيس ستوديو ووك ثرو، قال لك ان والله الداتا عباره عن انتيتيز فيها البيانات، اللوجيك فيها الاكشن، الانترفيس فيه مثلا انت بتقدم على طلب جديد، والله بتعمل في سكرين، تخش على سكرين يو ار ال. البروسيسز حاجه لو مثلا انت بتطلب اجازه، فالاجازه دي هتروح عند المدير، فالطلب الريكوست هيروح عند المدير. المدير مثلا ممكن يرجعه لك تاني، او يطلعه المدير اللي بعد كده. ده البروسيس، وفي تايمر، وفي حاجات كده. طبعا في كل تابه من ديت هنبدا نبص عليها. ماشي. بس هو الوقت جري مننا. خلينا بس نقف كده المره دي، وبعد كده نبقى نكمل شرح المره اللي جايه. شكرا.